السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم بغيت نوجد واحد الحرشه كتجي صراحه زوينه وبنينه بزاف. والمهم المقادير ديالها جد بسيطه. قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم نستافدوا منها. ان شاء الله تعجبكم وتردوا عليا الخبر وتخلي لي التعليقات الزوينين ديالكم. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وتبعوا معايا. هنا كنحتاجوا نصف لتر من اللبن، يعني نص لتر اللبن. البن اي البن ماشي مشكل، انا درت غير البن ديال العبار. كوب مع مرش، انا كنقص شويه السكر، كوب مع مرش من السكر سنيده. نص كوب من زيت المائده. عندنا جوج اكواب من الكوك الناعم. وعندنا سميده رقيقه، هاد السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه، يعني ربعه سميده. وعندنا حامضه مبشوره. وعندنا ساشيه ديال الفاني، وعندنا جوج ساشيات ديال خميره الحلويات، وعندنا قبصه ملح صغيره. المهم ندوزو على بركه الله، كنخلطوا المقادير. تنخويو هاد اللبن وكنزيدو عليه الزيت والسكر. تنزيدو قبصه الملح هذه باش كتعدل لينا الذوق. وهاد القشور ديال الحامض لانه كيعطيو نسمه زوينه لهاد الحرشه هذه. والسكر دائما تيبقى دائما حسب الذوق ديالكم. انا كنقص شويه السكر صافي، وكنزيدو هاد الساشيه ديال الفاني وكنحركوه مزيان. وتنزيدو هاد الكوك يعني بشويه بشويه مع التحريك المستمر. تنحركو هكا جيدا. وتنزيدو الكوب الثاني. حتى الكوك صراحه كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الحرشه هادي وكتجي معلكه. المهم جربوها نتوما، ما غاديش تخسروا والو، جربوها وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف وغتولي معتمه عندكم. يعني حنا بزاف باش تيبقى لينا اللبن ما كنعرفوا ما نديرو به، علاش لا ما نوجدوش به هاد الحرشه. كتوجد في زعما سريعه حتى لاخر لحظه وتوجديها. المهم كنزيدو السميده وكنخلطو مزيان هكا، يعني ربع السميده بالضبط. كتكون كتعطينا العبار ديال تقريبا 2 الكيسان بكاس العنبه. صافي تنخلطو مزيان هكا. وتنزيدو هاد الساشيات ديال الخميره الحلويات، ضروري نغربلوهم باش ما يبقاش لنا دوك الحبيبات. هذا فيهم كيكون دوك الحبيبات ما كتجينا الحرشه كتجي جهه منفوخه وجهه هابطه. المهم الاحسن نغربلوهم. صافي تنحركو مزيان هكا. وهنا كنجيبو هاد المول ديال الفرن بعد ما دهنته بالزيت ودرت ليه سميده رقيقه. كنخويوها في هاد المول هذا صافي، وتنديروها في الفرن كطيب. ونوريكم نخليكم معايا نوريكم النتيجه من بعد كيفاش كتجي. المهم كنبسطوها هكا بهاد الطريقه هذه، يعني ضروري كنقادوها باش ما كتجيش يعني جهه طالعه وجهه هابطه. المهم كنقادوها هكا بهاد السباتي هذا صافي، وتندخلوها الفرن ونخليكم معايا نتلاقاو من بعد. وهنا الحرشه ديالنا هي وجدات. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. والى عجبكم الفيديو كما العاده ما تنسونيش من التعليقات ديالكم الزوينين وتشاركوا في القناه ديالي. بالنسبه لاول مره كيدخل على القناه ديالي كنتمنى انه يشارك في القناه ويضغط الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنتمنى انكم تشاركوها مع احبابكم مع العائله ديالكم باش لهم الفائده. المهم انا ان شاء الله باقي عندي الجديد غادي نشاركه معكم. المهم كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. وكنتمنى انني نكون خفيفه على قلوبكم والوصفات ديالي كتعجبكم. انا كنجيب لكم وصفات مضبوطه، يعني صراحه مع المقادير مضبوطه وكتخرج صراحه زوينه. المهم بشهاده الجميع. المهم كنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم، في امان الله.